إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي ولغز الإصابات في الأهلي، قدر الله وما شاء فعل. تاني حاجة، حقيقة فشل المفاوضات أم استكمال المفاوضات مع عبد العزيز يعقوبو بعد الكشف الطبي، وعقوبات جماهير الزمالك وإيقاف 1232، ولكن مفيش عقوبات على رئيس الزمالك اللي شتم الاتحاد. وأخيرا الاتحاد بيقرر مفيش نادي هيسجل لعيبة إلا لما يدفع المديونية اللي عليه. طب واللي مجدول هيجدول المتجدول؟ حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها عن اللي بيحصل من حاجات غريبة من الاتحاد والمنظومة الكروية. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل شير وتكتب كومنت وتتابعني ان شاء الله باذن الله ان كان على الفيسبوك او على اليوتيوب عشان نتشرف بمتابعتك. تعالى نتكلم اول حاجه على اصابه كريم فؤاد اللي تم النهارده التاكيد ان هي اصابه بقطع في الرباط الصليبي، وزي ما يكون الاهلي موعود ان تكون بالاثنين، اكرم وعمار، بعد كده تاني اكرم وكريم. حاجه يعني قدر الله ما شاء فعل والحمد لله، ولكن لغز غريب وعجيب هي اصابه لعيبه النادي الاهلي على مدار التاريخ. مش على بقى هقول لك على فكره، ده على مدار التاريخ. وكانت صفحه من تاريخ النادي الاهلي كانت منزله حاجه زي كده بتتكلم ان من سنه 48 سنه ان الاهلي بيفوز بالدوري رغم كثره الاصابات في هذا الموسم. شيء غريب عجيب مريب، طبعا قدر من عند ربنا، والاصابات دي بتبقى قدر ونصيب والحمد لله، ولكن شيء صعب جدا 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 على النادي الاهلي. دايما بيكون في اوقات صعبه جدا الاهلي قدها والاهلي هيعوض وكرم ربنا، وان الاهلي بمن حضر كل ده كلام انا ما عنديش اي مشاكل فيه، ولكن انا بتكلم في فكره ان الاصابات في النادي الاهلي يعني ما اعرفش هل محتاجه تقييم للملف ده من اول وجديد، في قصه في ارضيه الملعب، في قصه في حاجات قدريه. اكرم اتصاب اصابه قدريه، كريم اصابه قدريه، ولكن الموضوع بصراحه مبالغ فيه، تحس انه مبالغ فيه في النادي الاهلي واللي بيحصل للنادي الاهلي. ولكن خلينا نقول الحمد لله. طبعا انت بتتكلم ان قبل كده كان في محمد محمود صليبي في صليبي، يعني هو اتعالج من صليبي، خف، نزل التدريبات، فبيجي له صليبي الناحيه الثانيه. في شيء يعني مريب جدا 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 بيحصل جوه او بيحصل دايما للنادي الاهلي. ده القصه الاولانيه او الخبر الاولاني للاسف. ولكن تعال نتكلم في القصه الثانيه. في عبد العزيز يعقوبو اللاعب طبعا اللي احنا المفروض ان الاهلي بيتعاقد معاه، المهاجم. في حاليا اخبار بتؤكد انه 100% ان اللعيب تم فشل المفاوضات معاه نتيجه الكشف الطبي اللي اثبت عدم لياقته ان هو ينفع يكون موجود في النادي الاهلي. هتلاقي 50% ثانيه تقارير بتؤكد ان اللاعب تم الكشف عليه كشف اول وتم اجتيازه كل الاختبارات، ولكن ان الفريق الطبي للنادي الاهلي بي يعني زي ما بيقولوا كده مش قرار من الاداره، زي ما بيقولوا بتلميح من الاداره او طلب من الاداره او رغبه من الاداره او ان اللاعب يتم الكشف عليه مره ثانيه هم والفريق الطبي، انه يتم عمل سي تي على ركبته وام ار اي على ركبته. سي تي ده اسم الاشعه اللي هي اشعه مقطعيه واشعه الرنين، السي تي والام ار اي على ركبه اللعيب للتاكد من قصه الغضاريف والاربطه الخاصه برجل اللاعب او ركبه اللاعب او القصه بتاعه ركبه اللاعب على رجلين الاثنين، وان ده هيحصل النهارده بالليل. وبناء على النتيجه اللي هتظهر بالليل متاخر او بكره الصبح الاهلي هيقول يا اما يتم التعاقد او لا يتم التعاقد مع اللاعب. ففي ناس بتقول انه تم التاكيد بان خلاص مش هيتم، وفي ناس بيقول لا ده احنا لسه هنكشف كشف تاني ومفيش حاجه بتقول كده. المعلومه الاكيده ما اقدرش اقول لك ان في معلومه اكيده طالما حصل تضارب في الاخبار وتضارب في الاقوال، وكل الناس اللي بتتكلم على فكره اللي قال كده في منها مصادر موثوق فيها واللي قال كده في مصادر موثوق فيها. عشان بس اقول لك المصيبه كمان فين، ان هنا في مصادر موثوق فيها وهنا في مصادر موثوق فيها وفي خلاف. يبقى هنا في الحاله دي يعمل ايه؟ في الحاله دي بتستنى صفحه النادي الاهلي الرسميه لما تعلن بشكل رسمي، عشان بس محدش يطلع يعني يقول لك شيء مش عيب، ما اعرفش، ما عنديش المعلومه الاكيده. خلاص يا جماعه، يعني ممكن اسكت او ممكن اقول انا ما اعرفش المعلومه الاكيده فين. ده شيء لا يقلل مني، بالعكس اعتقد ان الناس هتحترمني اكتر لما اقول اني ما اعرفش المعلومه الاكيده فين. انا مستني المعلومه الاكيده من المصدر الرسمي الوحيد وهو صفحه النادي الاهلي، لان حتى انا مش مصدر رسمي. انا قلت لك انا عمري ما كنت مصدر رسمي ولا غيري مصدر رسمي، ولكن انا بتكلم على شخصي، انا راجل مشجع. لكن لما بيكون عندنا معلومه متاكدين منها بطلع اقولها من باب ان جات لي المعلومه، لكن مش من باب ان انا لا صحفي ولا بدور على المعلومه ولا عايز المعلومه، لان انا راجل مشجع بطلع اقول رايي للمشجعين اخواتي
بس الموضوع ابسط من كده بكتير. دي قصه اللعيب عبد العزيز يعقوبو اللي حتى الان لم يتم التاكيد هل الاهلي هيتعاقد لانه اجتاز، ولا هو الاهلي يتعاقد لانه هو اجتاز خلاص، او لسه الاهلي لم يتعاقد لانه لم يجتاز. وهل هو لو اجتاز دي هل هم هيعملوا له اختبار طب تاني للتاكيد او زياده حاجات اكتر من الشكل العام او الكشف الطبي العام على اماكن معينه لقياس قوه العضلات، قياس مش عارف ايه، هل ده اللي هيحصل؟ ده شيء حتى الان زي ما بقول لك في هنا بيقول وهنا بيقول، التاكيد لسه لم ياتي لاي حد، عشان بس نبقى واضحين. طيب ده بالنسبه للقصه الثانيه. القصه الثالثه اللي معانا النهارده او الموضوع الثالث هو عقوبات نادي الزمالك. طبعا ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح في حلقه امبارح، اللي بنعتذر فيه اعتذار بسيط حصل كده او خطا بسيط، ان الفيديو اللي كان فيه الهجوم على امين عمر كان فيه بعض الالفاظ، بعتذر لكل الناس اللي سمعت الفيديو وتم تعديل الفيديو وتم حذف الالفاظ او الصوت من الفيديو اللي كان بيتم الاعتداء فيه من جماهير الزمالك على امين عمر. اكتفينا بس بحذف الازايز والصوت اتشال. بنعتذر مره ثانيه، اسف جدا على اي حد اتفرج على الفيديو في المره الاولانيه وسمع الالفاظ دي، او يعني حتى لو انت سمعتها انا بعتذر ان هي تيجي عن طريقي او ان انا اكون سبب في ان انت تسمعها. اسف، خطأ غير مقصود وتم تعديله. بشكركم على يعني سعة صدركم ليا في الموضوع ده وبعتذر مرة أخرى. طيب بعد الاعتذار بنتكلم في القصة دي وقلنا إن مفيش عقوبات، وإن إزاي النهارده اتحاد الكورة بيطلع بيقول إن في عقوبات لوقف حساب 1232 واحد من جماهير الزمالك على حساب تذكرتي لمده مباريتين. وده بس بياكد حاجتين. اول حاجه بياكد ان العدد اللي راح عن طريق تذكرتي هو اقل من 3000 اللي هم كانوا واجعين دماغنا ومصدعيننا ان هم بيقولوا في 3000 واحد دايما بيحجزوا. فده اول حاجه. تاني حاجه بيؤكد ان اللي بيخش للزمالك اكتر من اللي موجود على تذكرتي، لان اللي كانوا موجودين في الملعب باين جدا ان عددهم اكتر من ال 1232 واحد. فده بيؤكد ان في ناس بتخش بره تذكرتي او بره الحصر بتاع تذكرتي لان هم داخلين بدون تسجيلهم بالفان اي دي على تذكرتي. الكلام اللي احنا بنقوله. الكلام الثالث وهو الغريب والعجيب ان العقوبه بتصدر بعد نشر او بعد صدور التذاكر، بعد ما التذاكر نزلت على الموقع وتم حجزها بالكامل. طب ال 1230 دول هل هم هيكونوا موجودين في ماتش الداخليه ولا مش موجودين؟ ده برضه سؤال بيطرح نفسه. سؤال غريب، ولكن التصرفات والقرارات غريبه ومريبه. والسؤال الاهم من ده، طب انت عاقبت الجماهير اللي شتمت الحكم او حدفت الحكم اللي احنا زي ما نقول ان هم ال 1232 دلوقتي، بعيدا عن القصه الجدليه اللي احنا بنتكلم فيها، لان الموضوع بقى واضح للكل والاعداد اللي بتخش ومش مثبته بقت واضحه للكل بناء على ارقامكم. السؤال هنا، فين عقاب بقى رئيس نادي الزمالك اللي قال لاتحاد الكوره لو فيكوا راجل يطلع انا عايز اشوف مين عشان اديله بالقلم على وشه ومش عارف ولا على قفاه، والحكام شغالين عند شوبير واتهم الناس كلها وشتم اتحاد الكوره؟ فين عقوبته؟ لان برضه الشتيمه والتهزيء لاتحاد الكوره كان على الملأ. فبنسال، ولا انتوا ما تقدروش تعاقبوا رئيس النادي اللي اللائحه بتقول ان رئيس النادي ينفع انه يتعاقب لو تم التهكم على لجنه التحكيم او الاتحاد؟ اي حد في المنظومه الكرويه يقدر يتم معاقبته من اتحاد الكوره او من لجنه الرابطه او من لجنه المسابقات بناء على اللائحه اللي انتوا عاملينها، ويتم معاقبته كرئيس للنادي زي ما حصل كده مع رئيس نادي الترسانه والنائب بتاعه في المشكله اللي حصلت في التحكيم. ولكن احنا هنا عندنا ما نقدرش نتكلم. طيب الحاجه الاخيره اللي هنتكلم فيها بقى، اتحاد الكوره بقى تاني يوم عمل ايه؟ طلع قرار بان ما فيش نادي هيسجل لعيب الا لما يدفع المديونيه كامله، بناء على ان هم اتشتموا اول امبارح من رئيس النادي فعملوا القرار ده. بس هو السؤال، هي مين الانديه اللي عليها مديونيات؟ يعني انت لما تطلع تقول لي القرار ده انا كده عرفت ان انت خدت قرار ازاي. يعني لما تطلع تقول لي ان الاهلي عليه مديونيه اكس والزمالك عليه مديونيه اكس، او الزمالك ما عليهوش والاهلي عليه، عرفني مين الانديه اللي من الاخر بتأيد اللعيبه عن نوته. زي ما الزمالك كنا عرفنا ان هو عامل جدوله لمديونياته. طب الزمالك اللي عامل جدوله لمديونياته ده هل هتجدول له الجدوله ولا هتخليه يسجل؟ طب الزمالك اصلا ما عندوش حد يشتريه في يناير، فانت عامل الموضوع ده عشان مثلا الاهلي عليه مديونيات فانت بتضايقه، ولا انت عامل الموضوع ده عشان تخلي منظرك تاني ضعيف وحازم امام يكون طلع من تحت السرير زي ما رئيس النادي قال، وفي الاخر يسجل برضو اللعيبه للزمالك زي ما حصل بدل المره 3 وزي ما بيتبعت الرخصه الدوليه او الرخصه ان الزمالك يشارك في افريقيا وهو عليه مديونيات. اعتقد ان اتحاد الكوره قراراته قرارات مايصه، قرارات ملهاش معنى.
محدش فيها فاهم فيها حاجه. اعتقد ان انت كان الاوضح ان تطلع تقول لي ان في مديونيات محدش هيسجل لعيبه غير لما يدفع مديونيات، الاهلي مديونيته كذا، الزمالك مديونيته كذا، الاسماعيلي كذا، بيراميدز كذا، فيوتشر كذا، سين كذا، صاد كذا، ومحدش هيسجل وعلى الكل. لكن اللي بيحصل ده اسمه عبث، عبث اداري ان دل لا يدل غير على التخبط. وده اللي احنا بس عايزين نقوله لوزاره الشباب والرياضه، ان ده اتحاد الكوره اللي بيدير المنظومه في مصر. فما تجيش تقول لي احنا نقدر نستضيف كاس العالم. لا، كاس العالم انت ما ينفعش تستضيفه طول ما عندك المنظومه دي، المنظومه اللي مش قادره تاخد قرار، المنظومه اللي في اول الموسم بالجدول للزمالك مديونيته عشان الزمالك يسجل اللعيبه بتاعته ويشارك بيها، المنظومه اللي بعد شهرين بالظبط بتقرر انها تلغي اي نظام من ده وتقول ان الانديه ما ينفعش تسجل لعيبتها الا لما تسدد المديونيات عشان الزمالك اصلا تسجل اللعيبه بتاعته. اعتقد ان المنظومه دي منظومه مش ممكن تنظم دوره رمضانيه مش كاس عالم، عشان بس الكلام يبقى واضح للجميع. يعني للاسف ده الحل اللي احنا وصلنا له في الكره المصريه ومفيش حلول، وزي ما اقول يعني خلينا قاعدين بنصيح وهم في الاخر قاعدين بيعملوا اللي هم عايزينه. لكن احنا هنفضل دايما نقول الحقيقه ونقول اللي بيحصل، عشان في الاخر وبعد سنين من ده الاجيال اللي تطلع تعرف مين اللي بيغير في التاريخ، ومين اللي الدوله بتخدمه، ومين اللي الدوله بتساعده، ومين اللي المنظومه كلها بتخاف منه وبتعمل له حساب عشان بيطلع يشتمهم كلهم. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وكومنت. سلام.